وصلت 20 سنة حي، بقيت راجل، بصيت لنفسك انا مش ناجح. يا عم ازاي؟ لا انا ما عملتش حاجه، ما عملتش فلوس، ما عملتش مش عارف ايه. مبدئيا ما فيش حاجه اسمها نجاح. يعني ما فيش حاجه اسمها نجاح؟ ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ والله في الاسلام ما فيش حاجه اسمها نجاح تحديدا. يعني في فلاح، في ايمان، في كده. يعني سبحان الله، الاسلام دين كامل، ديننا دين كامل، اهتم بجميع جوانب الحياه برغم المسميات الجديده اللي احنا ممكن نشوفها، اكتئاب ومش اكتئاب ومش عارف ايه. المسميات دي مش ما كانتش موجوده زمان، ما كانتش موجوده في الاسلام زمان. ليه؟ لان البيئه اللي ناشئ فيها الشخص هو 10 14 سنه او 10 12 سنه، متجوز، داخل حروب، غزوات، مش عارف ايه، كل الكلام ده من البيئة اللي هو نشأ فيها ومن تعليم الإسلام اللي نشأ عليها. طيب أنا شاب 20، أنا شاب 30، أنت يا عم اللي بتشرح، أنت خبرتك إيه أصلا في الحياة؟ أو إيه اللي مطلوب، إيه اللي كان مطلوب منك، أو إيه اللي مطلوب مني، أو إيه اللي مطلوب من الشاب ده؟ والله أنا شخص ما أقدرش أحكم عليك أو أقول ده محتاج كذا وده يعمل كذا، مش بتاعتي. بس أقدر أقول لك الناس كلها محتاجة ايه؟ عدم وجود قدوة وعدم وجود هدف واضح الانسان يطمح اليه هيخليه في دايرة تايه جدا. هتلاقيه في الجامعة، بيروح الجامعة مثلا لو هو ما عندوش هدف معين، بيذاكر وخلاص، او بيهرب من مسؤولياته او اهله او بيته او مشاكله باي شكل كان. ممكن اصلا تبقى مشكلته هي دراسته وجامعته ومدرسته، فبيرجع يهرب لاي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن هو بيحبها او تصرف انتباهه عن المشكلة اللي هو فيها او شايف ان هي مشكلة. ما هي الفكرة فين؟ تحديد المشكلة نص الحل. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقول لك كلام الله عز وجل في هدفك وفي طموحك وفي اتباعك لتعليماته امام ربنا سبحانه وتعالى عن طريق كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ازاي الكلام ده؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لازم تاخد امك وابوك، تاخد الرسول رقم 1 صلى الله عليه وسلم، دينك، الصالحين، امك وابوك، قدوتك، عشان تعرف تمشي ازاي، عشان تعرف انت هتمشي ازاي، عشان تعرف انت هتعمل ايه، عشان تعرف تفكر في المشاكل ازاي. هدف معين، انت هدفك وهدفي وهدف اي حد رضا الله سبحانه وتعالى. اعتبر نفسك دلوقتي معاك كل الفلوس اللي انت عاوزها، وتزوجت بدري يا سيدي، كل اللي نفسك فيه حققته، خلصت تعليمك، بقيت مشهور، بقيت ناجح. طب وبعد كده لو في حد 20 سنة 30 سنة عمل كل ده وما بيصليش، طب ما انت ما عملتش حاجة. ما انت يعني لو مت على كده، يعني مصيرك والله اعلم. الهدف غير واضح. انت بتعمل كده ليه؟ انت رايح في الطريق اللي انت رايحه ده ليه؟ اسأل نفسك.